السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فوزيه. كنتمنى تكونوا بالف خير وباحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله نحضر معكم الفقوصه الشماليه اللي كل شيء كيعشقها وحتى اللي عمرو ذاقها غير ريحتها تعطيك الخبار. ونبداو بسم الله. عندي هنايا كيلو ديال الدقيق الابيض اللي خاصو يكون رطب، وهنا عندي معلقه كبيره ديال حبه حلاوه اللي كنفزقها بشويه ديال الماء الورد. انا هنايا غادي نعبر معكم كاس باش هكا نعطيكم العبار ديال العجينه، لان هذا الماء هذا اللي في حبه حلاوه حتى هو غنعجنوا به. كنضيف كاس ديال السكر، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، قبصه ديال الملح، وهنا عندي كاس ديال الزبده الحيوانيه اللي ذوبتها وحيدتها الكشكوشه. كنضيف عليها معلقه كبيره ديال السمن الحار، ضروري السمن الحار في هذه الوصفه لان كتميز الفقوصه بالسمن الحار. ضفت معلقه كبيره ديال الجنجلان على النواشف وكنخلطهم شويه حتى كيتخلطوا. عاد نضيف الزبده مع السمن اللي مذوبين حتى كتشرب لي ديك الزبده في الدقيق كامل بهذا الشكل هذا. وهنايا انا استعملت العجانه لان هذه العجينه هذه كتعجن قاصحه، فبغيت نعاون راسي بالعجانه. ضفت ديك حبه حلاوه اللي درتها تفزق، وكنبقى نعجن بماء الورد تدريجيا. بالنسبه لهاد الفقوصه الشماليه كتعجن بماء الورد. الا ما كانش عندكم يمكن لكم ديروا غير الروح ديال الورد وتكملوا بالماء، ولكن هي في الاصل كتعجن بماء الورد. كنبقى نضيف بشويه بشويه. بالنسبه للكميه اللي خدات معايا ديال الماء الورد هي تقريبا 2 كؤوس ونصف. العجينه خاصها تكون قاصحه ويعني يلاه كتدلك. انا خليتها تدلك هكا واحد 10 دقائق في العجانه، والا ما كانش عندكم يمكن لكم تدلكوها بيدكم، غير كتاخذ لكم وقت اكثر. المهم انها خاصها تدلك مزيان. كنزيد ندلكها شويه بيدي باش هكا ديك الزبده كتسخن والعجينه كتزيد تجانس. قطعتها هكا بهذا الشكل. انا درت 8 ديال القطع وانتم ديروا القياس اللي بغيتو. المهم هذا هو القياس ديال الفقوصه اللي غندير معكم. هنايا كندير هاد الطريقه باش هكا كتجيني مفينيه، لان العجينه كتكون قاصحه ضروري تفينيوها مزيان، ما تخليوهاش مكمشه، باش هكا كتجي الفقوصه كتزلق وملسه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. مباشره كنغطيها، ضروري تغطيوها بعد ما تشكلوها بهذا الشكل باش ما كتشرقاش. كما شفتوا معايا غطيتها بلاستيك غذائي بلا ما نخليها ترتاح، غير كنكمل التكوار وكندوز مباشره كنسرح. كنضغط عليها في الاول غير بيدي باش هكا ما كتشركش من الجناب، وكنبدا ندير التلاك بشويه بشويه. هي في الاصل ما كيديرولهاش التلاك، ولكن انا بغيت نعاون راسي بالتلاك. المهم انكم ما كتضغطوش عليه بزاف باش ما كتشركش من الجناب. هاد العمليه هذه ضروري ديروها. كتفينيو اولا كتبداو تملسوا ديك العجينه حتى كتحسوا بالسطح ديال العجينه ولا ملس ورطب، يعني من الجناب ومن الوجه كتبقاو تملسوا حتى كتحسوا بها ولات ملسه. في الاصل كيديروا الطابع الخاص ديال الفقوصه، ولكن انا ما عنديش، درت غير هذا ديال الحلوى. وبعد ما كملت كنغطي العجينه ديالي ونخليها تخمر على الاقل 2 سوايع الا كان الحال سخون، والا كان الحال بارد راه كتاخذ وقت اكثر. بعد ما كيخمر اولا كيخمروا الفقوصات ديالي كنسخن الفران يكون غير دافي، وكنتقبهم قبل ما ندخلهم الفران باش ما كيتنفخوش بزاف، غير هكا واحد 2 تقيبات بالكوردون. كنخليهم يطيبوا على نار اقل من مهيله، يعني اقل من النار اللي كطيب عليها الكيك، وكنبعدهم ما امكن على النار كما شفتوا معايا. انا هنا درتهم الفوق صافي. من بعد ما كيطيبوا كيتحمروا غير من تحت كنخليهم بيضين من الفوق، ولكن راه كيكونوا طايبين لان كيكونوا طابوا على النار مهيله، لان في الاصل كيديروهم في الفران ديال برا، ولكن انا درتهم غير في الفران ديال الدار. نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل. كيجيو فتيين رطبين لذاذ بزاف وريحتهم رائعه والمذاق يا سلام.